دعما للرياضة في قضاء بلد روز، حل منتخبنا الوطني للرواد ضيفا على مدينة بلد روز، حيث التقى من خلال هذه الزيارة مع نادي بلد روز الرياضي للرواد في مباراة ودية، حيث كانت هذه المباراة برعاية السيد المحافظ الحاج المجاهد مثنى التميمي والحاج همام التميمي. ويعتبر هذا الكرنفال الأول من نوعه في قضاء بلد روز، الذي تخلل حضور جماهيري كبير وغفير من جميع أنحاء هذا القضاء، من أجل أن يفرح كل الناس في هذه الأجواء الإيطالية. وجيناكم ومعانا الحكم الدولي الكابتن صلاح عبد. شكرا لكم. شكر وتقدير للمحامي الاستاذ فيصل على هذا الكرنفال، من الحاج الاستاذ محافظ دياله مثنى التميمي، والعمل الكبير والجهد المبذول من اجل وللسير الى حسن الابا الصفاء عدنان الاحسن سعد عبد الحميد، هناك على جهه اليسار الى بلكره عادت هلال الى باسم عباس، باسم عباس على جهه اليسار مع فراس، لكن هذه كره بالطول يتحول وتذهب الكره هناك الى رميه جانبيه. عبد حلاته والعمل الكبير من اجل خدمه الرياضه والرياضيين، ليس على مستوى التاجي ولا بغداد ولا دياله، انما على العراق باترو. تمشي كره الان الى باسم عباس، باسم بارسال، باسم عباس الى الكره هناك باتجاه بها، لكن الكره مقطوعه يتحول وتاتي وصلت الان احمد يلعب للكره ولو وصلت العقيل، عقيل يرسلها فراس، فراس انطلق هرب لكن كره بالطول. كانما سد عين الشمس عين البارده عليكم، كانما سد عين الشمس عين البارده عليكم، وتدوم الافراح عليكم يا ابناء بلد روز. ان شاء الله الشاهدين كثير، ان شاء الله تدوم عليكم. خلي يشاهدها الاستاذ طه عبد حلاته والاستاذ ضياء حسين الاعلامي والاستاذ حقيقه. هكذا نتمنى كل التوفيق والعمل الكبير لاعضاء محافظه دياله من اجل ان يقدمون الخدمه لابناء دياله. بالاقتراب يبحث عن زميله بالرفيق، ونتمشي الحين الى علي وهيب الى صفاء عدنان، صفاء عد الكره للخلف، هناك لهاشم خميس طياره باقتراب يلعب الكره هناك لسعد عبد الحميد. عن طريق كرة القدم او عن طريق قواتنا الامنية، وشاهدنا هذا العام كيف تحررت بلاد الرافدين وبالخصوص موصل الحتباء وابنائها الطيبين من يد داعش الارهاب، على طريق قواتنا الامنية وعلى طريق حشدنا الشعب المقدس وعشائرنا الغيارة. هكذا كنا وما زلنا، ولولاهم لم تاتي الا عن كرة القدم. والعمل الكبير اللي قام به الاستاذ الحاج مثنى التميمي من اجل ان يكون هذه الجماهير الجميله. الابلك الامير عبيد ولا محاله الارسال، عدت هذه وحده باسم عباس يدي كره بالطول، يتحول هناك للخط هون على جهه اليسار، الكره منقوله، هذه محاوله بعد هذه المحاولة.
هذه كرة الآن ولا المحالة. شوف خميس طيارة قلنا ما تصير علي ما تصير. أنا حملت التاريخ على كتفي وخبرة السنين في عقلي، مو شوي شوي يا عيني. الكرة ماشية الآن بسم الله الرحمن الرحيم. من اجل تنشيط الرياضه في محافظه ديالى اليوم عقبنا هذا المهرجان الرياضي الكبير في قضاء بلد ضم المباراه ما بين نجوم منتخبنا الوطني الابطال السابقين ولاعبي نادي بلد روز والمقداديه الذين شاركوا في هذه الكرنفال الرائع. نشكر جمهورنا العزيز الرائع الذي حضر هذه المباراه، وان شاء الله نوعد الجميع في مناطق محافظتنا العزيزة أن نقدم مباريات مثل هذه المباريات إلى أقضيتنا وبقية مناطق محافظتنا العزيزة، وإن شاء الله نعودهم ببناء كثير من المنشآت الرياضية من أجل تنشيط عمل الرياضة والشباب. وشباب محافظة ديالى يستحق كل الاهتمام والتقدير لأنه ما ضحاه من أجل ديالى، وبلدنا العزيز يستحق العناء، وإن شاء الله نعودهم بكثير من المسؤولين في داخل المحافظة بأنه اهتمامهم الكبير بالشباب في مناطق، على الرغم أنه المباراة الثانية بعد ما أقيمت في المقدادية اليوم في بلد روز. طبعا يعني احنا كانت عندنا تجربة في قضاء المقدادية وأيضا اليوم ببلد روز. يعني حتى لا نكذب على نفسنا كان الوضع الأمني في محافظة ديالى يأخذ الأولوية من كل الجوانب. الحمد لله اليوم بوجود السيد محافظ ديالى الحاج مثنى التميمي وما نشوفه اليوم من أمن واستقرار في عموم ديالى، أعتقد الآن يجب أن يكون هنالك توجه للخدمات البلدية وللرياضة، لأن أعتقد اليوم توجهنا نحو الرياضة راح يمنعنا عن الكثير من الأمور اللي ممكن أن يعني شبابنا ممكن أن تستدرجهم بهاي الأمور. اليوم ما شاهدناه بالفعل يعني يأكد أنه كرة القدم العراقية هي ليست حكر على بغداد أو على مدينة أخرى. كل محافظاتنا كل أقضيتنا كل نواحينا هي تحب كرة القدم وتحب نجومها. شكرا مرة ثانية على الحفاوة. خلال مشاهدتك للجماهير في قضاء بلد روز، هل تتوقع بأنه اكو زيارة لكم في هذا القضاء؟ حاضرين بأي وقت. احنا يعني على مدى 3 سنوات أنا أخذت الفريق لأكثر من تقريبا 12 محافظة، واحنا حاضرين لأي دعوة ممكن أن توجه لنا. اليوم توجهتنا دعوة من الأخ همام التميمي، لكن للأخوة المرشحين ومن يفوز وحتى بالنسبة للناس العاديين. أشكر يوميات أهل بلد روز الثانية على هذا المجهود الكبير باستقبال وفد المنتخب الوطني اللي حضر يوم البلد روز، وشفتوا الأجواء الرياضية الحلوة والجماهير. يعني تقريبا نقول كل أهل بلد روز اليوم فرحانين بهذه الجاية، وإن شاء الله اكو مبادرات اخرى طبعا. وشفتوا المباراة كانت يعني حماسية، وقدرنا نجاري لواعيب المنتخب اللي هم اصلا يعني لهم باع طويل بكرة القدم وبالرياضة وبالعالم كله يعني. ونشكر مرة أخرى يوميات أهل بلد روز الثانية على هذه المبادرات الحلوة، والقادم أفضل إن شاء الله.